ربنا سبحانه وتعالى يجعله من الشهداء باذن الله. والظاهر احنا بقى مكتوب علينا ان احنا كل يومين نزور المقابر، لدرجه ان هي بقت اكثر من الاماكن زياره في بورسعيد سنه 2013. الحقيقه بورسعيد كلها مشاكل متكدسه ومتراكمه، ولدرجه ان المواطن البسيط ما عادش قادر يعيش خالص. واحنا كان فينا امل كبير ان المحافظ بورسعيد اللي هو من ابن من ابناء بورسعيد انه يجي يبين لنا حتى رؤيه او يفتح لنا طاقه كده نبص منها ونعرف ان ممكن المشاكل تتحل. للاسف ما لقيناش اي حاجه من دي، لان المفروض لو في راجل اداري صاحب بيدير بلد المفروض انه يبقى عنده خطط طويله الاجل وقصيره الاجل ومتوسطه الاجل، ونعرف هنا هو ناوي يعمل ايه في اللي قدام واللي جاي، وناوي يعمل ايه في المشاكل اللي بتقابله. لكن في الحقيقه احنا كل اللي شايفينه عباره عن زيارات للمستشفيات وزيارات للمدارس وتصوير فقط لا غير، مش لاقيين اي حاجه. وانا ما بلومش عليه برضه، بلوم علينا احنا السبب في غالب المشاكل الموجوده في بورسعيد، لان احنا متفرقين، احنا ضعاف، احنا مش عارفين نجيب حقنا. احنا كل المشكله عندنا احنا اللي احنا كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها لنفسه، عايز يعملها عشان زي ما الاستاذ علي قال كده عشان يتصور ويظهر. ده الموجود في بورسعيد دلوقتي. احنا عمرنا ما هنحل مشاكلنا الا لما نعرف الاول حل اي مشكله ايه، واهم من الحل ازاي نطبق الحل، والا هيبقى ورقه في كتاب. لازم نعرف ازاي نطبق الحل، وعمرنا ما هنطبق الحل الا اذا اتجمعنا كلنا وعملنا كيان، الكيان ده يحقق اراده الشعب البورسعيدي. لازم نعمل كيان يمثل جميع طوائف شعب بورسعيد. المشكله بقى نعمل الكيان ده ازاي؟ احنا جمعنا مليون مره ومش عارفين نعمل كيان موحد يبقى فيه جزء قليل من الناس تمثل شعب بورسعيد. هم دول اللي هيعملوا الضغط الحقيقي على اي مسؤول، وهم اللي هيحلوا كل مشاكل بورسعيد. مشاكل بورسعيد انا في رايي الخاص، انتوا لو عايزين تعرفوا المشاكل المتراكمه في بورسعيد غالبيتها من السنين من 30 سنه فاتت هي في الجهاز التنفيذي لمدينه بورسعيد، اللي سببه اللائحه التنفيذيه اللي اتعملت في بورسعيد، اللائحه التنفيذيه العقيمه اللي اتعملت في بورسعيد من 30 سنه. جميع المشاكل في اموال ملايين مهدره، المولد اللي على البحر ده المرمي ده الملايين اللي صرفت فيه ودلوقتي بتهالك، مطعم الجزيره عدد الطوابق ده اللي مرمي لغايه دلوقتي، هنا اللي اتباع قبل ما كان يتفرض عليه 6 سنين واتباع ب 58 مليون، الرئاسه دي دفع 58 مليون، والجراج المتعدد اللي هو في محمد علي. كل دي اخطاء في الجهاز التنفيذي اللي ضيع موارد بورسعيد اللي كانت بالملايين، ضيعها نتيجه ان احنا حطينا اساس غلط. فمعركتنا اللي جايه يا جماعه انا في رايي ان هي في 3 حاجات. اول حاجه اللائحه التنفيذيه لقانون المنطقه الحره، وده ما ينفعش نسيبه محافظ ولا وزاره الماليه ولا اي حد يعمله. لازم شعب بورسعيد هو اللي يعمل اللائحه التنفيذيه بتاعته. لازم يتعمل ورش عمل مننا، من الناس المثقفين، من جميع طوائف شعب بورسعيد، نجيب ناس من الجامعه، نجيب ناس من كل حته، من التجار، من جميع الفئات، عشان يعملوا اللائحه التنفيذيه لبورسعيد بحيث ان هي تضع اساس جيد لشعب بورسعيد. المشكله الثانيه الاساسيه فينا اللي هي المنطقه الحره، واللي بتشمل عمليه اللي احنا قلنا التهريب والجمارك. لكن الناس يا جماعه برضو يعني انا شايف ان في برضو احنا مش واخدين بالنا من المشكله. لو الجمارك كلها اتقفلت، الجمارك مشت مظبوط والمنافذ كلها اتقفلت، برضو ما حدش هيجي لك في بورسعيد. عارفين ليه؟ هقول لحضرتك انا اهو. عارف ليه؟ لان الوارد مفتوح، هيصبح المنطقه الحره، هقول لحضرتك اهو، هيصبح المنطقه الحره اغلى بكتير جدا من الوارد، فكله هيطلع وارد ليه برضه القنطره. فيبقى لازم نشوف حلول بديله، لازم نبقى واعيين للموضوع ده. 50% من الحل هو قفل المنافذ وتظبيط الجمارك، لكن لازم نشوف حل بديل نرجع سوق القنطره ده يبقى بورسعيد. وانا كان رايي ان هو يتعمل مول تجاري على غرار مدينه الصين، مول كبير فيه 1000 محل وملحق بيه 1000 مخزن برضه خارج مدينه بورسعيد، عشان لو طلع الوارد برضه تجار بورسعيد بس هم اللي يبيعوا، ويبقى واللي هيجي يشتري منهم برضه لازم هيدخل بورسعيد وبورسعيد هتستفاد. لازم يبقى عندنا حلول بديله لموضوع المنطقه الحره. الحاجه الثالثه وده مستقبل بورسعيد كله هو شارع التفريعه. شارع التفريعه اللي كانوا عايزين يعملوا الاخوان منطقه منفصله تماما عن بورسعيد، وكانت هتبقى محافظه ثانيه مش هتبقى تبع بورسعيد. نرفض اي حل لشرق التفريعه الا اذا كانت بورسعيد القديمه الغربيه متواجده داخل هذا المشروع، غير كده مش هنقبل اي حل ليه، ومش هنسمح بتوزيع اراضي ولا اي حاجه الا لما توضع خطط مستقبليه تتبنى على طراز عالمي، تبقى تخلي بورسعيد تتنقل نقله كبيره جدا لقدام. شكرا ليك.